رسالتي للشرقية مو للتحالف الدولي، سجلها. نعم. رسالتي للشرقية تكف عن محاربة الحشد الشعبي. نعم. لأن من يحارب، من يريد أن يبقى داعش مسيطرة على العراق يحارب الحشد الشعبي. تريدون الشعب العراقي يتخلص من داعش، صدقوني ما عندكم غير الحشد الشعبي. أنا لا أدعي أنه لا توجد أخطاء، الأخطاء نحاسب عليها، بس تكبير الأخطاء ابتعدوا عنها. أرجوكم اليوم اللي يتابع، وأملي أنه تمثلون هذه رسالتي، إن شاء الله، أنه اللي يتابع الشرقية اليوم حاطة قورها وقور الحشد الشعبي، ليس كذلك. منطقة برمان أريد أعطيكم هالمعلومة. نعم. أبشركم وخلي ترتاحون، لم يشارك فيها ولا نفر من الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية. نفر واحد من الحشد الشعبي ما موجود، حتى تطمئنون أنه بروانة والحشد الشعبي والمذابح ما موجود ولا نفر. الاتهامات كل من يريد، والله أنا أكون صراحة، كل من يريد أن يتهم الحشد الشعبي يرتكب خطأ كبير، لأنه اليوم الجيش العراقي مع حبي وتقديري واحترامي العالي له يحتاج إلى فترة زمنية للبناء، والشرطة تحتاج إلى فترة زمنية للبناء، وما عندنا غير إلا شيء واحد: الحشد الشعبي وأبناء المناطق. في الرمادي أبناء العشائر، في كركوك أبناء العشائر والبيشمركة، في صلاح الدين أبناء العشائر، في نينوى سيكون للحشد الشعبي وأبناء العشائر هم الذين يحررون. أما من يعتمد على التحالف الدولي فإنه يعتمد على سراب، لا يوجد الحمل الثقيل لا يحمله إلا أهله، وماكو إلا أنتم. واللي يصدق أن التحالف الدولي أمامكم يا أخي تجربة أمام عيونكم. كوبوني تحولت إلى مدينة أطلال، ومو بعدين هم حرروها، مدينة أطلال. فإذا تريدون تحولون العراق، وتجربة الفلوجة في عام 2006 حولوها الأمريكان إلى مدينة أطلال، تجربون تخلون العراق. هسه احنا اخذنا شمال مغدادية اللي تحكون عليها، روح شوفوها، قصر أكبر والله طلقة ما مطروة، روح شوفوا بساتينها وقصورها. ولذلك رسالتي للشرقية أملي خلي مصلحة العراق أمام الجميع. اليوم العامري صدقني ما عندي لا طمع بهالدنيا ولا شيء واحد، والله اللي يهمني ما أتحمل بلدي يكون محتل من قبل داعش. ولذلك اليوم أكون في كركوك، وسأكون في صلاح الدين،